أهلا بيكم يا حلوين. في سر بسيط بس خطير. السر ده لو فهمتيه ومشيتي عليه حياتك كلها هتتغير. سر الثقة بالنفس مش إنك تكوني أجمل ست ولا أغنى ست ولا يا ستي حتى أذكى ست. سر الثقة بالنفس هو إنك ما تقوليش حاجة إلا لما تكوني ناوية تعمليها فعلا، وأول ما تقولي تنفذي. الفيديو ده هيهزك من جوه، هيخليكي تبصي لنفسك بطريقة جديدة، وهقولك فيه خطوات عملية هتغير كل حاجة لو التزمتي بيها. يلا بينا نبدأ. كل مرة بتقولي أنا هبدأ دايت بكرة وما بتبدأيش، أنا هصحى بدري وما بتصحيش، أنا هبطل أكلم الشخص ده ومش بتبطلي، بتفتكري إنك نسيتي بس عقلك الباطن محسش كده. كل مرة بتكسري وعد لنفسك بتقضي بيه من احترامك لذاتك، وكل مرة بتخوني فيها وعدك لنفسك بتكسري لبنة من لبنات ثقتك بنفسك. الثقة بالنفس مش شعور، صدقيني، الثقة هي نتاج احترامك لكلامك مع نفسك. تعالي أقولك أساسا يعني إيه ثقة. الثقة مش إنك تحبي شكلك أو تمشي مرفوعة الراس. الثقة هي إنك لما تقولي حاجة عقلك يصدقك، إنك لو وعدتي تقدري تعتمدي على نفسك، إنك لو قررتي تعرفي تنفذي. الثقة مش حاجة بتتولد معانا، دي عضلة، والعضلة دي بتقوى كل ما مرة بتدي وعد لنفسك وبتوفي بيه، وهو ده السر. وكل ما تقفي قدام المراية وتقولي أنا قلت وهعمل وفعلا عملتي، هنا بيتبني السحر، صدقيني، وبيبدأ حالتك تتبدل، بتبقى عندك ثقة بالنفس صاروخ أرض جوي. وحقيقي هو سر بسيط ولكن تأثيره رهيب. في نوع من الوعود حقيقي بيصمموكي من غير ما تحسي، الوعود الصغيرة اللي بنسميها مش مهمة. هروق أوضتي، معرفتش. هبدأ أذاكر، ملحقتش. هقلل سكر، نسيت. للأسف مش بس عقلك بيخزن، لأ، ده جسمك بيبدأ يتعود على إنك غير موثوقة، ودي أخطر من أي حاجة. الثقة مش محتاجة إعلان كبير، محتاجة تنفيذ صغير يوم قانون الالتزام بيساوي السحر الحقيقي. أكبر سحر في الدنيا مش طاقة ولا جذب، أكبر سحر في الدنيا يا ست البنات هو التزامك. عارفة إيه اللي يخلي شخص عادي ينجح؟ أقسم بالله ما الذكاء ولا الشكل، لأ، السر الحقيقي إنه لما بيكرر بيكمل، ولما يبدأ ما بيستناش المثالية، بيدوس وبيقع ويقوم تاني، لكن مستحيل يكسل وما بيقولش مش دلوقتي. انت كده لو عايزة تبقي استمري، ولما تقولي حاجة اعمليها عشانك ولأجلك وحبا في نفسك، مش في أي حد تاني. صدقيني نفسك تستاهل وتستحق. تعالي بقى أقولك خطوات عملية تخلي عقلك يثق فيكي من تاني. عايزاكي تبدأي بوعد صغير يوميا، مثلا والله العظيم بجد الموضوع بالبساطة دي، هشرب 3 كوبايات مية قبل الساعة 12. شفتي البساطة؟ ابدأي بحاجة تقدري تلتزمي بيها فعلا، مش مهم حجمها، المهم التنفيذ. وهقولك على حاجة، ركزي على نفسك وعلى مشاعرك بعد ما تقولي حاجة وتعمليها، وركزي على نفسك وعلى مشاعرك وارجعي اكتبيلي وعرفيني لما أسبوع كامل يمر عليكي وانتي كل اللي بتقوليه بتعمليه. أقسم بالله قفزة نوعية في مشاعرك وفي قراراتك وفي تعاملك مع نفسك، وبالتالي ده هينعكس على تعامل الناس معاكي.
لأن كل حاجة مبنية على كده. غيري اللي في نفسك هيتغير اللي بره. تاني حاجة، اكتبي وعودك لنفسك. كل ليلة قبل النوم اكتبي وعد أو 2 ونفذيهم تاني يوم. تالت حاجة، ما تعلنيش نواياكي قبل ما تبدأي. كتمان الخطوة بيقويها. كل ما كل ما تتكلمي أكتر بتقل طاقتك. رابع حاجة، كل مرة تلتزمي كافئي نفسك. مش لازم جايزة، كلمة حب، لحظة فخر، أو حتى ابتسامة بسيطة يا ست البنات. ما تبخليش على نفسك. عاوزة تبقي واثقة قدام الناس؟ ابدأي تكوني واثقة قدام نفسك. اللي بيحبك يشوفك بتحترمي مواعيدك مع نفسك، بيشوفك بتلتزمي بالكلمة، مش بس معاه، لأ مع نفسك. الثقة هي مفتاح الهيبة والنجاح والجاذبية. صدقيني يا ست البنات، حبا فيكي أنا بقولك على سر لو طبقتيه رغم بساطته هيغير حياتك.